إيدج أسبانيا 2010 في أفضل ليفت ميدفيلدر في اللعبة اللي معاه الأسطورة بيكيه والأسطورة ديفيد فيا، هم مش الأقوى في مركزهم ولكن يعتبروا أساطير. ولكن قبل ما الفيديو صلى على رسول الله واعمل لايك وفولو كده بأول فتحة ب100. بيكيه ده مش هتيجي من الأول، يعني عايز من الباكج ده انيستا أو دافيد فيا. بيكيه يعني بسكوتة في الملعب، مش أقوى لاعب في مركزه ومش أقوى مدافع. وانا بحب اللعبه اللي هي ايه، تاكل النجيله عشان تاخد الكره من اللاعب. مش انا مجرب له نسخه الانمي، فعشان كده مش طايقه، مش عايزه يجيلي، ما اتمناش انه يجيلي. يعني يجي يا عم الحاج لو اللعبه مأزمه معاه خالص. بس اهم حاجه نطلع بالفيديو ده باقل حاجه بلاعب من الله كده. يا عم صلى على النبي. ممكن تيجي ان شاء الله، لكن المحاولة الاولى في الحساب الاول بقت بالفشل، ولكن لسه في محاولات تانية ان شاء الله. يلا بينا على الحساب التاني والمحاولة التانية وبسم الله. يا الله يا كريم، مفيش حد بيه وحاجة تقسف العمر يا راجل. انا نفسي اجرب شعور ان يطلع لي من اول محاولة دي او من تاني محاولة. طب يا ستي من تاني محاولة، طيب يا ستي من تالت محاولة، طيب يا ستي جربين يا ستي، ممكن اعجبك ولا حاجة. يعني ما بشحنش ومش هشحن، ومهما حصل انا مش هشحن فيكي، انسي. حاولي تعملي الكلام ده على الناس التانية. تجريني كده لحد نهاية الباك وهضطر الشيشان يجيب اللعيبة. ده في مخيلاتك يا كونامي. انا مش مغفل، يعني مش بيطلع لي لعيب بس بيطلع لي. وما تنكرش انه انا بص شوف اخر فيديوهات، شوف بيطلع لي مين وبيطلع لي ازاي وبيطلع لي من كام كوين. مش في حساب واحد وكل حاجة، ولكن بجيب اللعيبة وبعمل عليها محتوى وبجربها وببيعها في الاخر، يعني بستفاد في الاخر. عادي الكلمة كده معاها، مش احنا مش مغفلين يا كونامي، عيليها معانا. المحاولة التالتة وحساب فيه 1200 كوين. تفتكر انا بص بقول ممكن اجرب امتناع الاول وبعد كده افتح 900، ولكن ممكن يتعلم اول 900 ونوفر 200 كوين دي، فاحنا هنفتح 900 الاول. لو جالنا مثلا حد كده نوفر باقي الكوينز مثلا لتحويشة تاني ان شاء الله. ولكن انا عارف اللي هيحصل واللي فيها، وفي الاخر مش هيطلع لي واصف الكوين كلها وابقى زي المغفلين بالظبط. الحمد لله مش هصرف فلوسي على الهبل ده. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، ال 900 كوين ويا رب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جدعان، ما لفتش يا جدعان، يا نهار ابيض ما لف ده فورس يا جدعان. تتعب 900 تطلع لي توريس، يا ما شاء الله عليكي. والله مهما تحاولي برضو مش هشحن فيك. يلا دي كانت بتحزنني قبل كده، بس انا خلاص اتعودت. والله كمان مهزل عشان اللعبه الخبت الناس دي الحلوه دي. زي اللعبه دي ان شاء الله هتبقى قريب. انا اصلا الفتره اللي فاتت دي ما كنتش بلعبها ولا كنت مركز معاها ولا كنت اصلا بصور فيديوهات. عارف اللي بيحصل ده يا جدعان؟ يعني 1200 راحوا من شويه اهو، وده في المحاوله الرابعه ومعانا 200 كوين. تفتكر هيجي؟ ده انت بتحلم يا راجل، ده انت احلامك فوق الخيال. يبقى انت جايب 100 كوين و1000 كوين عايز تختم لك. يا عم الحاج ما هيستهبلوني، دي لعبه يا جدعان، عايزين اختم الباقي لاخره. يعني مثلا اقعد احول سنه كامله عشان اجيب 3 لعيبه بس؟ ايه المتعه في اللعبه في كده يا جدعان؟ يعني عقلوها. انا فكره التحويش دي اصلا مش قابلها. انا كنت بجرب احوش بس بفتح ساعات بيطلع ساعات ما بيطلعش. ولكن افضل من 100 مره ان انا مثلا استنى اختم باك مثلا، يعني لحد اقعد سنه وانا ايش ضمني نعيش السنه الجايه اصلا. في الاول وفي الاخر لا، احنا بنجرب حظنا، يعني مش جايين على الكلام ده. احنا بنجرب حظنا عادي، جه طلع لنا ما طلعناش الحمد لله على كل حاجه. يعني مش محتاج احنا نسلوا نفسنا ونعملوا محتوى، وان شاء الله في اقرب وقت ربنا يتوب علينا من اللعبه دي ونشوف محتوى تاني نعملوه بدل القرف بتاع اللعبه. اعتذروها محتوى خالص، يعني مش مستاهله يا جدعان، مش مستاهله. بس قولوا يا رب، قولوا يا رب ويخلينا حد من الباكج النحس للنحس. اخر فتحه ومطلعش حد. يعني محاولة رقم مليون ما طلعش. اعمل لايك بقى، اعمل سبسكرايب بقى، ما تقرفناش انت كمان يا جدع. يعني مش هتبقى انت واللعب علينا، يعني اللي هو ايه. انا عرفت والله، انا قاعد حران مش طايقان نفسي. فبالله عليكي، يعني اخر فتحة مفيش الا اخر فتحة في اخر محاولة في الحساب ده. يا الله. المحاولة ما قبل الأخيرة. المحاولة ما قبل الأخيرة بقت بالفشل. المحاولة الأخيرة والمحاولة الأخيرة بقت في الفشل هي كمان. يعني لو كنت تلبس أسبانيا هتبقى فرحة كبيرة. تكون المحاولة الأخيرة ويطلع علينا حد بقى ونخلصه بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفتونا يا كونامي، والله أنا عرفت منك يا كونامي. والله شوف لنا حل بقى، شوف لنا حل. عرفت والله. الحساب ده حساب مهمات يا جدعان، يعني مش حساب أساسي، مش مهم. يعني حتى في الحسابات الجديدة دي مش عايز يطلع حد. يعني عرفنا والله يا كونامي. كونامي ما ترد عليا. انا عرفت اخر 100. طب هنفضل لحد امتى بنحاوله ما بيطلعش وطلع اخيرا.
أخيرًا يا راجل، أخيرًا يا إنستا أقول إيه بس والله يعني المشكلة إنه مش في حساب أساسي، حرام يا جدع والله إنه ما ينفع المحاولات كلّها دي ويعني ما يطلعليش أهلًا بالمين، بالأسطورة أفضل خط وسط في اللعبة، خلاص ما دام طالع لي خلاص أفضل خط وسط في اللعبة، هتقول لي إني قُلت قبل كده على كاكا إنه أفضل خط وسط في اللعبة، لأ اثبت عندك. كاكا أفضل EMF في اللعبة وإنيستا أفضل LMF في اللعبة، دي تفرق على فكرة، دي فرق كبير. هو حساب مهمات ولكن كويس إنه طلع في حد، حساب المهمات ده بكرة تشوفوا ده هيوصل لفين وهيبقى فيه لعيبة إيه، اصبر أنت بس المتعة والله في اللعبة أنا شايفها في إنك تبني حساب من الصفر، دي المتعة الحقيقية اللي أنت تحسها لما تبني حساب، جايب مثلًا فيه لاعب من الصفر ب100 كوين لما توصل فيه مسكون فيه 5، 7 8 بوسترات في الحساب، دي المتعة الحقيقية اللي بجد. عشان الطريقة دي اللي بتفيدني إن أنا باعمل بيها الفيديوهات دي، شوف أنت آخر الفيديوهات كده هتلاقي كلها بيطلع لي بجد يعني ما فيش غير مثلًا ما بين فيديو وفيديو يكون فيديو مش بيطلع لي حد يعني وده نادرًا أصلًا وده بيفيدني يعني شوف أقل فيديو مثلًا بيطلع لي لاعب وساعات بيطلع لي لاعبين وساعات بيطلع لي 3 في الفيديو وكل ده يعني من غير ما أشحن ولا جنيه حتى. الفكرة حلوة فتجرّب لعيبة فبتعمل محتوى أكتر، فدي أصلًا المتعة اللي أنا باستمتعها في اللعبة الخرا دي. وبكده خلاص الفيديو انتهى والله نفسي أجرّب اللعبة دي بس يا جدعان الموضوع المونتاج هيبقى صعب وأنا تليفون النت عندي مش أقوى حاجة، لمّا إن شاء الله كده لمّا أركّب WiFi وأضبّط الدنيا بس ادعوا لي إن الدنيا دي الأيام تزُق معايا شوية وكده والدنيا تسهل معايا وإن شاء الله هادّي لكم محتوى أسطوري جامد وبس، أشوفكم الفيديو الجاي.